سبحان الله، الجو امبارح كان ساقعة والدنيا كانت بصراحة يعني من الساعة الواحد ما كانش قادر يتحرك. بس النهاردة الجو مش حر بس مش ساقعة زي اليومين اللي فاتوا. يلا بينا نروح ناخدوا الطلب دوت من جوه الستور، من جوه الوالمارت. هما تقريبا 12 حاجة كده هنجيبهم مع بعض ونروحوا نودوه ونشوفوا ايه اللي هيقابلنا في السكة، ونشوفوا لنا سؤالين كده نجاوب عليهم من الاسئله اللي الناس بتحبها. احنا هناخد الطلب من جوه، مش هنقف بره هنا حد يجي يجيبه، لا احنا اللي هنخش نجيبه بنفسنا. وان شاء الله الدنيا تكون سالكه والدنيا تكون حلوه ان شاء الله. وما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي كومنت وتسالني سؤالك الحلو وتشارك معانا بمعلوماتك الحلوه ديت. لو انت اول مره تشوفني على الفيسبوك اعمل لي فولو، لو انت بتتفرج من على اليوتيوب يا ريت تعمل لي سبسكرايب. بصوا بالمناسبة دوت العلم بتاع ويست فيرجينيا. عارفين انتوا كل ولاية ليها علم، زي اسكندرية كده فيها علم. مش عارف هي القاهرة ليها علم؟ حد يقول لنا عشان مش عارف والله. هل القاهرة ليها علم زي اسكندرية؟ بس تصدق السؤال ده لسه جه في بالي حاليا، انا مش عارف. فيا ريت لو حد يعرف يقول لنا بالله عليكم. يلا بينا نخش نجيبوا الطلب دوت عشان ما نتأخرش ونكمل المسيرة. هو طلب صغنون خالص يعني، ان شاء الله هنجيبه بسرعة. افكر اخد عربية من هنا واخش بدل ما ادخل جوه وبعدين اخد عربيه بقعد اشد فيها وكده، فاخد عربيه من هنا وخلاص. تعالوا نشوف العربيه ديت شغاله اهي. طبعا العربيات ساعات بتخنقني لما اجي اجيب عربيه وازقها ما تتزقش بسهوله فبغيرها، بس ديت سالكه يعني. عايزين هنجيب لهم عيش ولبن وجبنه وايه ده وزبده، وهنجيب لهم ايه تاني، وهنجيب لهم لحمه مفرومه وبس. حاجات بسيطه يعني. هنجيبوا لحمه مفرومه. على فكره انا الحاجه اللي انا بروح اجيبها انا هو ابلكيشن بيقول لي هاتي الاول، سواء بقى ايس كريم في الاول ايس كريم في الاخر. انا بمشي بالابلكيشن بصراحه يعني، ما اروحش مثلا قال لي هات اللحمه الاول، فانا لما بقول له لا واروح اجيب حاجه تانية فبيقعد يلخبط لي الحاجه، فانا بمشي عليه وخلاص. اهم حاجه ان انا ما بتاخرش. اللحومه اهيت، عايزين اللحمه، عايزين تقريبا اللحمه ديت. هقول لكم اسعارها يعني. ديت عامله $7.86. تعالوا نروح نجيبوا الجبنه. الجبنه عايزينها هتبقى هنا عند هنا الجبنه. عايزين الجبنه اللي احنا عايزينها هي دي، عامله $2 الكيس دوت. عايزين منهم 2. هو بيقول لي لما مثلا بعمل سكان للحاجه فهو بيقول لي هات 2، وبعدين نحطوا 2 هنا في الابليكيشن ونتاكد ان احنا دخلنا 2، وبعدين نروح نجيبوا العيش. العيش يا سيدي، العيش في 30. العيش اهو. تقريبا هو ده، وعايزين منه 2. وعامل كام؟ عامل $2.12، 2.5 تقريبا. هو ده اخر 3. بصوا ايوه على حظي 2 اهمت. وبعدين نعمله كونفيرم. عايزين يجيبوا زبدة. الزبدة اللي احنا رايحين نجيبها ديت زبدة كده زي مش القطع اللي هي القوالب، لا زبدة بتكون زي مثلا ازازة الزيت كده بس على صغير. هوريها لكم. بصوا كل ده زبدة، كل الحاجات دي زبدة. الزبدة اللي احنا عايزينها هي ديت. بص يعني انت بتفتحها كده وتنزلها كأنها زي الزيت، فاهم؟ عاملة كام بقى؟ عاملة $4. حطه في العربية. وعايزين نجيبه يا سيدي بتاع كده فاكهة بيتاكل بالمعلقة كده زي تقريبا. عايزين هنا فواكه كده معلبة. ايوه هي ديت عاملة $2.37. دوت خوخ كده هم مقطعينه صغير وحاطينه في كده في حاجات كده صغيرة زي الزبادي، وانت بتقعد تاكله كده بشوكة بمعلقة. الحاجة اللي بعديها عايزين لبن. انتوا بتقولوا لبن ولا حليب في بلدكم؟
في اسكندريه احنا بنقوله لبن، في حتت تانية في مصر بنقوله حليب، بيقولوا حليب. واعتقد برضو في السعوديه بيقولوا حليب ما بيقولوش لبن. هو الحليب اللي احنا عايزينه عند الناس ديت وانا مستنيهم واقفين بيتفرجوا على نفسهم. عايزين كل دي ألبان تقريبا. اللبن اللي احنا عايزينه اهوت. اللبن دوت عامل $2.76 هو ده. وبعدين عايزين، بصوا الناس ماشية سد السكة مش عارف اعدي منهم. نحاول بقى نلحقهم الناحية التانية. هو معاهم ولد ماشي بس ولد يعني مش ولا بد. ماشي يلا بينا. من الولاد اللي هم عارفينهم هم دول. هو ماشي معاهم بقى بيبص لي البصه اللي هي من تحت لفوق كده، يعني انت ازاي واقف يعني مستنين احنا نخلص، فبيبص لي كده. احنا عايزين شوربه المشروم. شوربه المشروم هي ديت. شوربه المشروم يا سيدي عامله 70 سنت، اقل من $1 اهي. شايف شوربه المشروم. وعايزين تقريبا دي صلصة، شوربة طماطم. شوربة طماطم واحدة، شوربة طماطم عاملة $1. وعايزين يا سيدي، تعالوا نخشوا من هنا عشان ورايا في ناس كتير، هفضل واقف مستنيهم وكده. احنا قدامنا حاجتين بس نجيبهم وخلاص. 7:44. عايزين الصوص دوت، صوص مكسيكي كده بيتحط على التاكو، وبيقولك اللي هو مايلد، اللي هو يعني حامي سنة، عامل $2.12. عايزين منه واحد. تمام. آخر حاجة معانا هنا. عايزين يا سيدي تمام اهو دوت فول كده، نوع من انواع الفول المكسيكي يعني. عامل كام بقى؟ عامل $1 كده. احنا خلاص خلصنا، يلا بينا نروحوا نحطوا الحاجة في اكياس ونعملوا سكان ونشوفوا ايه اللي هيحصل معانا لما نروح هناك. يلا بينا. نعملوا سكان للحاجة ديت، وبعدين هو قال لي خلاص تمام اللي انا اقدر ان انا احط الحاجة وامشي. نحطوا العيش مع بعض ونحطوا الكنات مع بعض. ممكن نحطوا الزبدة مع الكنات. نحطوا الجبن مع بعض، وممكن نحط معاهم، لا بلاش معاهم، نحطه ده لوحده في كيسة، وبعدين نحطه مع الجبن، ونجيبوا اللبن او الحليب حسب ما انت بتنطقه ونحطه لوحده، ونحط اللحمة لوحدها. بس كده. في واحد على الباب اهو، ممكن يشوف الحاجة وممكن لا، براحته يعني. قال لي روح. بس يلا بينا. الساعة دلوقتي 2:10، وهي دي أمريكا الحقيقية من غير تزييف ولا كذب من الحاجات اللي احنا بنشوفها ولا عبث اللي احنا بنشوفه من الناس وصناع المحتوى اللي بيضحكوا على الناس. كل حاجة طبيعية وعلى عينك اهي. نحط الحاجة في شنطة عربية ونتكل على الله. يلا بينا. دايما لما بحط اللبن ده كده بخلوش واقف كده علشان يقعد يقع وكده ويتبهدل، فانا بنيمه كده. الجاكيت دوت كنت جايبه اول ما جيت تقريبا اول سنة في امريكا. بص كان اديداس، ليه ذكريات جميلة معايا. بصوا
ثانية وهفرجهولك. جاكيت فخم. شايف فيه فلوس ولا ايه؟ ثانية كده. لا مش حاجة. بص جاكيت فخم. اول ما جيت البلد هنا ده اول جاكيت رحت جبته. بص ليه ذكريات معايا جميلة اهو. الزونت وبتاع وابتدي بتقفل كده على الرقبة، فكان فخم والله. شايف كنت جايبه بكام؟ حاجة $20 حاجة كده يعني، أو 20 حاجة كده والله ما فاكر. كنت جايبه من فيرجينيا. كنت في فيرجينيا. جبت معايا بنطلونات جينز. ايوه على دي ايام. انا تقريبا المكان ده فين؟ المكان دوت يا سيدي فين؟ في البلد المهجورة ديت الغريبة. هو المشوار هياخد مننا تقريبا 15 دقيقة. ده هنا وده هنا، ممكن ناخد الطريق دوت بقى وخلاص. يلا بينا يا جماعة. الناس اللي عاملة محتوى في مصر المحتويات كلها شبه بعض، والناس كلها ما بيقدموش حاجة. يعني مثلا لما تيجي تتفرج على حد، في طبعا ناس كويسة مش بقول كله يعني، بس الأكترية ان انت بتتفرج على ناس غريبة كده بيعملوا حاجة غريبة. ومعظم المحتويات اللي هو يقول لك انا محتوى كوميدي، فالواحد ما بقاش عارف. واليوم شعبية كبيرة برضه يا جدعان. ايه اللي هو بيقدمه علشان يبقى في شعبية كده يعني؟ يلا هو رزقهم برضه. ما تعرفش يعني هو هل الناس بتتفرج عليهم يعني علشان يضحكوا من الحاجات اللي هم بيعملوها، ولا علشان يضحكوا عليهم؟ فانا مش عارف يعني. لو حد عنده المعلومة يا ريت يفهمنا يعني. ما تسيبوناش كده، حد يفهمنا عشان نكونوا في الصورة يعني. المفروض اقف هنا واخش عشان في عربية جاية. العربية داخلة يمين، ضربت اشارة متأخر، بس ممكن اخش بسرعة يعني. نيجي للسؤال المهم اللي الناس كلها بتسأله: هل انا معايا الجنسية الامريكية؟ انا مواطن امريكي، وليا كل الحقوق والواجبات اللي عليا والحقوق اللي ليا زي اي واحد عايش هنا مواطن امريكي. بس برضو انا مش عادي، مش شايف فرق ما بيني يعني. عادي زي واحد معايا اقامة كأني معايا الجنسية. الفرق الوحيد ان انا ممكن اروح انتخب رئيس، ممكن اروح انتخب الرئيس اللي جاي يعني، فاهم؟ هي دي الفكرة يعني. بس انا معايا مواطن امريكي. انا مواطن امريكي. انا مواطن امريكي، وانا اقدر اسافر اي حته في العالم دلوقتي. ولما بنزل مصر انا مش بطلع الباسبور الامريكي، انا بديلهم الباسبور المصري عشان انا برضو بحب مصر. ولما بنزل انا مش بعمل زي الناس واطلع الباسبور الامريكي واتعامل بيه كده واطلعه واقول لهم انا امريكي والفيلم الاي ده اللي احنا عارفينه. فانا بتعامل عادي بالباسبور المصري. ولما بنزل للضابط في المطار بطلع له على طول الباسبور المصري وبخش انا مصري وكل حاجه يعني، فاهم؟ مش بطلع الباسبور الامريكي بطلعه هنا في المطار في امريكا وانا طالع وانا داخل. في مصر وانا داخل بخش بالمصري عادي ومفيش اي حاجه. وانا طالع بس وانت طالع من مصر فانت لازم توري له حاجه ليها علاقه بيك بامريكا يعني. معاك اقامه، معاك طالع ليه، مسافر ازاي، فانا بوري لهم الباسبور الامريكي وانا طالع. بس هي دي الفكره يعني. فانا حبيت اعرفكم عشان ناس كتير بتسالني، فانا قلت اعرفكم من خلال الفيديو دوت يعني. والحاجة التانية برضو اللي انا ممكن ما خافش منها جامد ان هو حوار الهجرة بقت رخمة جدا مع الناس، وبقت كده عن الاول يعني. بصراحة يعني ربنا يكون في عون الناس، سواء بقى قاعد كاسر، قاعد معاه اقامة، مستني معاملة. فالدنيا بقت يعني مش احسن حاجة زي الاول، والدنيا بقت بايظة خالص مع الناس ديت. فانا ربنا يتولاهم يعني ان شاء الله ويعدوا من هي انا بقول عليها ازمة، عشان فعلا هي ازمة. عشان في اي غلطة اي حاجة هيتلككوا له، وممكن ان هو لا قدر الله يعني يحصل حاجة يعني، فاهم؟ بس ادي اشارة يا استاذ، يا استاذ ادي اشارة يا استاذ، يا ساتر عليك. سبحان الله. انا قبل ما اسافر هنا ما كنتش اقدر يعني. قدمت على فيزا ايطاليا قبل كده واترفضت، رفضوني. وبعدين بعديها على طول يعني ربنا كرمني الحمد لله وجيت هنا. وبعدين انا حاليا اقدر اسافر اي حته في العالم
ما سافرتش طبعا، انا ما سافرتش غير مصر، وسافرت تركيا ترانزيت، يعني نزلت ترانزيت بس. عمري ما كنت اتخيل ان انا يبقى معايا باسبور اقدر ان انا اسافر بيه في اي حته في العالم دلوقتي. يعني من انا كنت انا بدور ازاي ان انا اخد فيزا لاي بلد اوروبيه ولا اي حاجه، او ربنا لما بيديك حاجه يعني سبحان الله الواحد ما كانش يعرف ان انا هيكون معايا جنسيه امريكيه مثلا، هي جت كده فاهم. سبحان الله. احنا داخلين هنطول شويه وداخلين شمال. فاكرين المكان الغريب ده اللي انا روحته من اسبوع تقريبا، وعملت هناك فيديو وقلت الناس تقدروا تعيشوا في المكان دوت وكده؟ هو المكان هناك يعني، بس هو مش نفس البيت بس هناك. في واحد سألني سؤال، السؤال دوت لسه طالع دلوقتي على الشاشه يعني انا شايفه، بيقول لك ازاي اسافر امريكا. هو محدش يعرف يجاوبك السؤال ده غير نفسك انت. هل انت مؤهل انك تسافر امريكا؟ يعني هل انت لو دخلت قدمت في السفاره دلوقتي وواثق ان انت كل حاجه تمام هتاخد الفيزا؟ انت واثق ولا مش واثق؟ انت عارف هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ هو محدش يعرف، ومحدش يقدر يقول لك انت لو دخلت دلوقتي هتاخد الفيزا. لا انا اضمن لك ان هتاخد الفيزا. لا انا ما حد، ولا انا اعرف ولا اي حد يعرف. انت بتقدم وبتخش، مثلا لو هتخش سياحه وبتقدم وتسيبها على ربنا. انت وضعك يسمح لك، هل انت شغال كويس، دخلك حلو، مستريح، عندك املاك في بلدك اللي هي تضمن للقنصل ان هو يديك الفيزا مثلا، واثق ان انت هترجع تاني، ولا انت وضعك لسه مش احسن حاجه فانت مش عارف فاهم. فهو محدش هيعرف يجاوبك على السؤال ده غير نفسك انت جاهز وواثق ان انت وضعك تمام في بلدك عشان القنصل يديك الفيزا ولا لا؟ بس انت جاوب السؤال ده لنفسك، واقعد مع نفسك كده وخد القرار وقول لا انا جاهز، وانا هقدم بكره او هقدم بعده، واستنى يوم المقابله وهتكل على الله وهروح وهدفع الرسوم وهروح. لو انت حاسس انك مش جاهز يبقى انت مش جاهز، يبقى انت ما تقدمش دلوقتي، تستنى حاجه زي اللوتري لما تفتح وتقدم عليها ان شاء الله فاهم. هو علشان ما تضيعش فلوسك على الفاضي. لو انت بقى جاهز والدنيا كل حاجه تمام وجيت قدمت وانت ما خدتش الفيزا وانت واثق انك جاهز، خلاص هو ربنا رايد كده، انت ما فيش حاجه بايدك تعملها فاهم. فخلاص فانت جربت وحظك وما نفعش، او لسه ما جربتش وخايف، فانت لازم تاخد انت القرار، انت اللي تقول انا مستعد وانا هخش اقدم، ومحدش يقول لك لا خش انت تمام او ما تخشش فاهم. انت عشان محدش يضحك عليك وما تديش لحد فلوس عشان يعمل لك حاجه. مفيش حاجه في الحاجات دي بفلوس يعني، غير انك تدفع للسفاره بس احنا وصلنا اهوت. خشوا هنا شمال. بصوا البلد برضو كئيبه برضو، نفسي اجي مره كده الاقي ناس كده وبتاع، مفيش. يا ساتر على دي بلد ما بحبش اخشها، بس هي اقرب بلد جنبنا يعني بنجيبوا فيها حاجات. ايه ده؟ في واحده ست اهي ماشيه. ايوه انا ما شفتش ناس هنا من زمان. ايوه الفرق الوحيد اللي ما بين المره اللي انا جيت فيها والمره دي ان في شمس، بس المره اللي فاتت كانت الدنيا كئيبه كده فاهم. ايوه انا بص ما بلاقيش ناس خالص. ايوه لقيت واحده ست اهي، تقريبا الدخله انا عديتها ولا ايه مش عارف، تقريبا كده. لا ما عديتهاش، اخش يمين اللي جاي. مين ده ولا اللي بعده مش عارف والله. المفروض ان انا الف واخش. في عربيه ورايا بس هنا نعدوها وبعدين نلف. بصوا كده نشوف في عربيه جايه. يلا بينا نخشوا. في واحد هناك هو لابس ابيض هناك دوت قاعد يبص كده بصات غريبه، اللي هو جنب الست اللي على الشمال ده قدام، شكله بيبيع مخدرات. فبيبص لي هو عايز حاجه صاحبي كده بقى عارف، عايز حاجه يا استاذ كده فاهم. بتدور على حاجه يا باشا. الناس بتبص لي بصات غريبه يا جدعان. هو اول مره يشوفوا العربيه ديت هنا. ايوه هي دي المفروض ان احنا جايبين الطلب لحد هنا في المبنى من المباني ديت، بس اعتقد قدام يعني. عايزين نتاكدوا ايه. I'm looking for 8B. Who? 8B. 10B? No 8. 8. Okay,
You have to go in the office right here, and they'll tell you right where it's at. Oh, you don't know about it? No, Oh. right here's the office. Alright sir, thank you. You're welcome. هو مش عارف، بقول له هو بس مستمعني كويس، راجل عجوز قوي بس كتر خيره يعني. هو حاول ان هو يساعد، بس هو بيقول لي ارجع الاوفيس واسألهم. بس انا في الغالب هروح ادور انا قدام، مش هنزل يعني اروح الاوفيس يعني انا اخش اسألهم فين المكان ده. بس هو كتر خيره يعني، هو حاول يساعد. دوت دي تقريبا نخشه كده شمال، هو دوت ايه ده 8 في الغالب هنا اهو. ايه اهو هو ده 8. مش هقعد انا بقى اسال الاوفيس بقى ممكن اتصل بيها اسالها بس اتاكد بس ان هو هنا. بس انا ممكن اتصل بيها، هتصل بيها ايه عشان نتاكدوا. مش هترد ولا ايه؟ المعلمة ما ردتش. انا انزل لها الحاجة هنا وبس بقى ايه، ناخد لها الصورة، نعمله كونفيرم ان احنا هنا. هو 8 دوت مبنى 8 ودوت بي اهو. تعالى بقى ايه نحط الحاجة هنا علشان ناخد الصورة. ممكن اخبط عليها عشان اتأكد. وتقريبا هو دوت محدش فتح برضه. ناخد الصورة بقى وخلاص. بس في الغالب هو يعني عشان المبنى دوت 8 بي وهم طالبين 8 بي. يلا بينا. احنا نزلناه بقى ايه. تعالوا نشوف فين الولد اللي كان لابس ابيض ده، نزوله شويه. هو كان قاعد يبص لي دوت تقريبا عايز يقول لي عاوز حاجه يا استاذ، اهو بيبيع حاجه. بس هتديله زماره. بيشاور لي. ايوه هو تقريبا بيوري للراجل المخدرات. طبعا هنا المخدرات يا جدعان اللي يخش فيها هنا صعب يطلع بصراحه. والناس هنا المخدرات هنا رخيصه. الناس هنا اللي هو معاه $5 $3 بيجيب بيها مخدرات عادي. طبعا المخدرات اللي هي الميث والكلام ده ربنا يعافينا ويعافي الناس اللي هي دخلت فيها يعني. رخيصه، فاي حد بيفهم بيشم كده او بيخش، فغصب عنه بقى ايه يعني. عايزين نجيبه اللواء وليد السيسي يعمل محاضرات هنا للناس. شفتوا بقى اللواء وليد السيسي الحاجات اللي هو بيفضل يتكلم عنها ديت المخدرات وكده في مصر ولا حاجه بالنسبه لهنا. هنا بقى القصص بقى اللي هي غريبه بقى، اللي هو انت ازاي دخلت وعملت الحوار دوت يعني. اللي هو هتسمعوا حاجات هنا ايوه كأن انت حاجات عمرك ما هتستوعبها. تقعد تتكلم في نفسك تقول ازاي عمل كده، ازاي دخل في ديت، ازاي راح كده، ازاي. فاهم انت؟ ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي كومنت وتقول لي سؤالك الحلو لو انت عندك سؤال، وتعمل لي فولو لو انت اول مره تشوفني من على الفيسبوك، او اعمل لي سبسكرايب لو انت اول مره تشوفني من على اليوتيوب. دوت كان فيديو النهارده. يلا سلام عليكم.